السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. لو اول مرة تشوفيني، انا آية ودي قناتي. وعايزة ارحب بكل اللي موجودين عندي وكل اللي انضموا لعيلتي الصغيرة، واقول لهم وجودكم شرف ليا. واحب ارحب بكل الجداد اللي ان شاء الله هيخشوا لي، اقول لهم برضو وجودكم شرف ليا. قولولي بقى يا بنات، مين فيكم كده زيي بيحب نور ربنا والهوا والارتفاعات والشمس والكلام ده كله؟ انا عايزه اقول لكم انا بعشق الارتفاعات وبعشق كده الوقفه قدام نور ربنا والهوا والشمس، وبحس بكميه طاقه ايجابيه انتوا لا تتخيلوها. المهم يا بنات، انا هنا مصوره لكم من البلكونه عند ماما. ده كان اخر يوم قضيته عند ماما، انا يا دوبك صحيت. وبصوا بقى، عملت الفطار القمر ده: شاي بلبن وسندوتشين جبنه. دخلت بقى قعدت في البلكونه وفطرت، وبجد يعني الحمد لله، يا رب ديمها نعمه واحفظها من الزوال. وطبعا حبايبي اللي عارفيني هيقولوا لي البنات فين يا ايه. هقول لكم انا بصراحه كنت مساومه اختي، قلت لها اقعدي لي بالبنات ادخل افطر كده بروقان واعمل لك اللي انت عايزاه كله. بصوا بقى، انا بعد ما فطرت طبعا لبست، وجوزي خدني انا والبنات وروحنا البيت. مين فيكم يا بنات بتقابله مشكلة ان هو ما بيعرفش ينظف فواصل التلاجة كده اللي هو الكاوتشة؟ ومين تاني بتقابله مشكلة ان البوتاجاز بتاعه لمعته كاتمة؟ انا عامة اول ما بروح البيت اول حاجة بدخل عليها المطبخ. بصراحة بظبطه كده الاول علشان لو كنت هعمل عشاء او غدا على حسب الميعاد اللي انا مروحة فيه. فدخلت على البوتاجاز انا اول حاجه كده بحته مبلوله، وببتدي ان انا الم اي فراويل بقى على البوتاجاز، اي رد تعيش اي حاجه. بعد كده يا بنات هبتدي تاني ان انا ارجع الحوامل على البوتاجاز. ليه؟ لان انا بصراحه الحوض بتاعي صغير فما بعرفش اغسل الحوامل في الحوض. فلقيت ان انسب حاجه ان انا اغسل الحوامل وهي على البوتاجاز. بجيب طبق كده في حبه صابون مواعين، ويا دوبك معلقه خل، وببتدي بالسلكه ان انا امشي على الحوامل. ويا ريتني كنت اعرف الطريقه دي من زمان. بصراحه في حاجات كتير اول ما اتجوزت انا ما كنتش اعرفها. يعني انا كنت متدلعه في بيت بابا بصراحه، يعني كانت ماما الله يديها الصحه هي اللي بتعمل كل حاجه. المهم يا بنات، فببتدي ان انا ادعك كده حوامل البوتاجاز وهي فوق البوتاجاز. وبعد كده باخدها على الحوض وببتدي ان انا اشطفها. دي انسب حاجه انا لقيتها يعني لغسيل حوامل البوتاجاز. فهنا اهو زي ما انتم شايفين انا بدعك الحوامل كلها بالسلكه. وزي ما قلت لكم هي نقطه صابون مواعين وحبه خل. هبتدي ان انا اشيل الحوامل وادخلها بقى على الحوض. وهبتدي ان انا امسك العيون بتاعه البوتاجاز والسطح بتاع البوتاجاز ذات نفسه، وابتدي ان انا ادعك قوي فيها. بصوا بقى، هبتدي ان انا امسك البوتاجاز كله بالعيون بقى بالمراية، وهنزل المراية. المهم هدعكه دعكة كويسة جدا. وهلم الصابون كله وهرجع تاني اشطفه بحتة مبلولة وامسحه تاني. وبعد كده المكون اللي هيخلي البوتاجاز معاكي السطح بتاعه كده مراية، بجد بجد يا بنات حلوة قوي. 3 4 معالق خلي كده رشيهم في المسحة الأخيرة. وبحتة القماشة كده نشفي بيهم البوتاجاز. بصوا البوتاجاز هيبقى مراية بمعنى الكلمة. بس ده بالنسبة للبوتاجاز. كلمتين بقى واقفين بصراحة كده في زوري واستوقفوني يعني. ان في مثلا رجالة بتقول لمراتها: انتي هنا في البيت، يعني واجبك ان انتي تنضفي وتعملي وده واجب وفرض عليكي بمعنى اصح. بصوا يا جماعة، سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام كان بيجيب لزوجاته خادمة. سيدنا محمد سيد الخلق وأشرف الخلق عليه أفضل الصلاة والسلام كان بيساعد أهل بيته في شغل البيت، يعني كان بيساعد زوجاته في أعمال البيت. فما ينفعش إن واحد يقول لمراته ده واجبك وده دورك وده فرض عليكي. وعيب عيب ان انت تقولي لي مثلا قوم اعمل كذا او قوم ساعدني في كذا. لا، هو انت مش احسن من النبي عليه الصلاة والسلام؟ سيدنا محمد بنفسه كان بيساعد زوجته واهل بيته وكان بيجيب لهم خادمات. فانت ان استطعت ان انت تجيب لي زوج لمراتك واحدة تساعدها في شغل البيت لو هي تعبانة او لو هي مش قادرة، اعمل كده. لو ظروفك ما تسمحش وانت ربنا عطيك صحة وعندك وقت فاضي، فيها ايه لما تقوم تساعد مراتك او لما تقوم تعمل معاها حاجة؟ ده بالعكس، ده انت كده هتاخد ثواب، ده انت كده بتعمل سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.
وطبعا ما ننساش نصلي على النبي في الكومنتات يا بنات، اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. كمان ما ننساش ندعي لاخواتنا في فلسطين، وندعي لكل المستضعفين على الارض. اللهم انصرهم، اللهم فك كربهم، اللهم ارحم موتاهم واشف مرضاهم يا رب العالمين. بصوا يا بنات، انا خلاص كده نشفت البوتاجاز، وببتدي ان انا اضيف الخل اللي قلتلكوا عليه. انتوا شايفين اللمعه بتاعته عامله ازاي؟ ببتدي ان انا اضيف حبه الخل وادعك كده بيهم تاني البوتاجاز كله. مستنية ايه بقى؟ قومي بقى، لو بوتاجازك مبهدل او مطبخك فيه شوية مواعين، قومي خلصيهم كده وشطبي مطبخك وظبطي دنيتك واقعدي كده في نظافة بقى. اعملي لك كوباية قهوة، كوباية نسكافيه، افتحي فيديو اتفرجي عليه، افتحي تمثيلية، اعملي اي حاجة. بس بجد النظافة بتروق البال والاعصاب، وبتخلي كده الواحد قاعد نفسه مفتوحة. ودايما ماما تقولي اكنس بيتك ورشه يعلم مين يخشه. المثل ده حقيقي جدا. طب انا بجد بجد قولولي، مين فيكو كده دايما يجيله ضيوف وهو البيت متبهدل؟ انا عن نفسي واحده منكم. يعني انا دايما وانا بيتي نضيف محدش بيجيلي، اول ما العيال ما يبهدلوا او يفرفتوا الاقي باب الشقه بيخبط، معرفش ايه الحكمه في كده. بحب قوي يا بنات اعمل برضو موضوع الورق الفويل ده لعيون البوتاجاز. ما خبيش عليكم عشان في عندي عينين كده محروقين من على الجنب، يعني الواحد ايه بيعترف. بصوا بقى يا بنات، انا اتفرجت على قناة كانت بتشيل الحروق اللي في عيون البوتاجاز، وكانت بتشيل الحروق اللي في الحوامل. بصراحة انا هجرب الفكرة بتاعتها وهصورها معاكم. لو فعلا نجحت والحروق اتشالت هنزلها معاكم، لو ما نجحتش مش هنزلها وبرضه هعرفكم. تمام، فان شاء الله نبقى نعمل الفيديو ده مع بعض. انا هنا خلصت البوتاجاز ودخلت بقى على التلاجة. انا فتحت التلاجة بتاعتي وفضيتها. بصوا يا بنات، انا ما عنديش حاجة اسمها روتين شهري او روتين كل اسبوعين او الكلام ده، لا. انا وقت ما بلاقي الحاجة محتاجة ان هي تتنضف ببتدي ان انا انضفها. يعني انا التلاجة عندي لقيتها ان هي يعني فضيت، اغلب الحاجة اللي فيها خلاص خلصت وهبتدي ان انا اشتري جديد، فقلت خلاص انضفها قبل ما احط فيها الحاجة الجديدة. انا بعمل ايه يا بنات؟ بشيل بشيل يعني الحوامل بتاعه التلاجة. بصوا، عشان لو في بنت ما بتعرفش انها تشيلها، احنا بنشيلها كده، بنرفع لفوق من على الجنبين زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. بعمل ايه؟ اول خطوة بعملها طبعا ببقى مفضية عندي الحوض، وببقى مفضية عندي رخامة المطبخ. هنا بقول لكم ان الجلدة بتاعه التلاجة مليانة فراويل. بمسك هنا بقى يا بنات اجزاء التلاجة بالليفة كده والصابون، وابتدي ان انا اصبنها على الحوض واحطها جنبي بحطها يا بنات على الرخامة كده تنزل المية، وبعد كده بحته نضيفة ناشفة ببتدي ان انا ايه انشف المية منها. الرفوف بتاعت التلاجة برضو بخلعها وبصبنها، بس انا بصراحة لقيتها نضيفة، مش مستاهلة ان انا اخلعها، وهي عشان ازاز انا بخاف عليها قوي. بتنضفي التلاجة بايه ايه؟ انا ما بجيبش منظفات غالية ولا منظفات شركات، وده مخصوص لتنظيف التلاجة وده مخصوص مش عارفة لتنظيف ايه خالص. انا ما بعملش كده يا بنات. بخاخة فيها مية بخل، بنقطة صابون مواعين او من غير نقطة صابون مواعين، مية بخل بس، وعلى كده الحمد لله تلاجتك بتنضف، بتلمع، بتتعقم، بتبقى زي الفل. هنا ابتديت ان انا ارش بالبخاخة وبالسبونشة بقى، بقوم دعكة كده الرفوف من فوق ومن تحت، وبدعك الجوانب. والجوانب اللي بيخش فيها الرفوف دي بيبقى عليها فرولة كده وبرضو بقع صغيرة يمكن الكاميرا مش مبيناها. ببتدي ان انا ادعك كله واخليه زي الفل، وبحتة قماشة نضيفة، وببتدي ان انا ألمع وانشف، والتلاجة بتاعتك بترجع تاني جديدة زي الفل. بالنسبة لباقي بنات مفارش التلاجة، مفارش التلاجة بتحافظ على التلاجة وبتحافظ عليها من الاتساخ وكل الكلام ده صح وحقيقي. بس انا بحسها انها بتطفي كده التلاجة، ومش عارفة يعني التلاجة من غير مفارش بالنسبة لي انا مريحة للعين اكتر. الا بقى لو لقيت مفارش بيضة بتتباع دي ممكن اجيبها، انما بصراحة المفارش الملونة والكلام ده انا مش بملها. انتي لو بتحبيها هاتيها، طبعا دي اذواق، ولولا اختلاف الاذواق لبارت السلع. بصوا يا بنات، احسن طريقة لتنظيف الجلدة بتاعة التلاجة، هاتي كارت او بطاقة او اي حاجة وحطي فيها منديل مبلل ومشيه. بصوا انا هوريكم دلوقتي البلاوي اللي طالعة من الجلدة. بصوا يا بنات، شايفين الحركة دي؟ خلت معايا جلدة التلاجة زي الفل. ولو التلاجة بتاعتك الباب بتاعها ما بيتقفلش، حطي طبق تحت باب التلاجة
وابتدي ان انتي بالكاتل ادلقي ميه سخنه على الجلده، ومشي كده بالكارت اللي بالمنديل دوت. عايزه اقول لكم باب التلاجة هيتقفل كانه جديد بالظبط. المهم كل حاجه لمعت وكل حاجه نطفت، والتلاجة بقت زي الفل. وابتديت ان انا اركب الحوام اسمها حوامل ولا اسمها ايه؟ المهم ابتديت ان انا اركب البتاعات ديت في الباب. وهنا بقى بوريكم التلاجة بعد ما نطفت. ايه رأيكم، رجعت جديدة ولا لأ؟ بصراحة يا بنات رجعت جديدة وبقت زي الفل، وريحتها كمان كده تعقيم كده وجميلة وقمر. عايزه اقولك انا كنت فرحانه فيها قوي لدرجه ان انا ما كنتش عايزه ادخل حاجه تاني فيها. البطاطس المقرمشه اللي كلكم، مش كلكم اللي كام واحده بصراحه سالوني عليها المره اللي فاتت. بصوا انا بجيب البطاطس وبقطعها وبحطها في الزيت، وبعد 5 دقايق بقفل عليها النار وبسيبها في الزيت نص ساعه. بعد كده بشغل النار وبطلعها وبتبقى زي ما انتوا شايفينها كده. دي اسهل طريقة. يعني بتنقعي البطاطس في الزيت تقريبا نص ساعة او ساعة، تفتحي عليها النار تاني وما تقلقيش ما بتبقاش شاربة زيت خالص. وعايزه اقول لكم مقرمشه وكريسبي جدا وتحفه. جربي الطريقه دي على ضمانتي واكتبي لي في الكومنتات الطريقه نجحت معاكي ولا لا. وهنا اكون وصلت معاكم لنهايه الفيديو، واتمنى ان اشوفكم في فيديوهات تانية. يا رب اكون كنت خفيفه على قلبكم، يا رب تحبوني، وما تنسوش تشتركوا في القناه وتكتبوا لي كومنت حلو وتحطوا لي اللايك. واشوفكم في رعاية الله في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.